هذا هو السبب الحقيقي لتدمير الوطن العربي. ألبرت بايك، نظرية مؤامرة تقسيم الوطن العربي 1871. ركز واسمع جيدا ماذا سأقول. ما ستسمعه هنا سيغير مفهومك للعالم. دع كل شيء وانتبه معي، أريدك أن تسمعني فقط. هذه الوثيقة هي سبب رئيسي فيما نحن عليه اليوم. سبب حرب غزة اليوم، حرب الجزائر، حرب السودان، حرب فلسطين، حرب الكويت، وحرب العراق، وحروب الوطن العربي أجمع. لذلك لن تجد هذه المعلومات على القنوات الفضائية، ولا على التواصل الاجتماعي، ولا حتى في كتاب التاريخ، لأن التاريخ مزيف. نعم، علوم وثائقية هنا لكشف كل ما وراء الستار. أولاً، الوثيقة السرية المزعومة وربطها بالصراعات. تعتبر شخصية ألبرت بايك 1809-1891 القائد الماسوني الأمريكي، مؤلف كتاب الأخلاق والعقيدة عام 1871 الخطة السرية لتفكيك الشرق الأوسط. تزعم النظرية أن بايك تبادل رسائل سرية مع جوزيبي ماتزيني عام 1891 يخططان فيها لإشعال 3 حروب عالمية كأدوات لتأسيس النظام العالمي الجديد. الحربان الأولى والثانية تم التخطيط لهما لتثبيت الشيوعية ثم تقوية القوة الصهيونية في الشرق الأوسط. ثانياً، التفكيك عبر الحرب الثالثة. تركز الخطة على الحرب العالمية الثالثة كأداة لتفكيك المنطقة العربية والإسلامية عبر إشعال صراع شامل بين الصهيونية السياسية والقيادات الإسلامية. أين إسرائيل اليوم؟ الهدف استنزاف وتدمير الطرفين وغرق الدول العربية في الفوضى. ماذا يجري في السودان وغزة وسوريا وغيرها؟ النتيجة تمهيد الطريق لسيطرة النخبة السرية على بقايا المنطقة وإقامة حكم عالمي موحد. ثالثاً، الربط بالواقع التاريخي. يرى أنصار النظرية أن أحداث التقسيم الفعلية اللاحقة مثل سايكس بيكو 1916 هي مجرد خطوات تنفيذية جزئية للخطة الأكبر التي وضعت في عام 1871، وأن الصراعات المستمرة هي دليل على إدامة حالة التفكك المخطط لها. النزاع الدائم ثمرة الخطة المزعومة. من هذا المنظار التآمري فإن هذه الوثيقة المزعومة لعام 1871 لم تكن مجرد تنبؤ، بل هي السبب الجذري والرئيسي لكل ما يعانيه الوطن العربي اليوم. ويرى أنصار النظرية أن الحروب والصراعات الدموية من حرب الجزائر، بالرغم من أنها سبقت 1871، يتم ربط تبعاتها إلى حرب فلسطين وغزة، مروراً بحربي الكويت والعراق والفتن الداخلية في السودان وباقي أجزاء الوطن العربي، ليست سوى تطبيق حرفي للمرحلة الثالثة من خطة بايك. إن كل قطرة دم تسفك وكل حدود يتم التنازع عليها هي دليل على أن اليد الخفية التي خططت لها في عام 1871 ما زالت تعمل جاهدة لتفكيك النسيج العربي وتدمير إمكانية قيام أي كيان موحد وقوي، لتبقى المنطقة مفتوحة أمام سيطرة النخبة العالمية المخططة. واقع عربي مثخن بالجراح. ولكن بعيدا عن نظريات المؤامرة أو تفاصيل الوثائق، يبقى المشهد الحالي للوطن العربي شاهدا حيا ومؤلما على تفتت الوحدة وضياع الأحلام. فاليوم تتجسد نتيجة التفكيك في واقع بائس. جدران الأسمنت تحولت إلى حواجز في القلوب، والدول الموروثة عن الاستعمار غارقة في صراعات داخلية وقودها الأبرياء. أصبح اسم الوطن العربي مجرد ذكرى لوحدة لم تكتمل، في ظل نزيف دائم للشباب والأمن وغياب للعدالة التي طالما حلم بها الأجداد. ما نراه اليوم هو خريطة مثقوبة تعكس هزيمة إرادتنا ومرارة واقع التشرذم الذي يبدو كأنه قدر لا فكاك منه. أخيرا، لا تنسى الاشتراك في قناتي علوما وثائقية ومتابعتي على اليوتيوب. تابعوني.